انا مش مع ان حد يمد ايده على مراته، ده ابدا. مش عايزها او انت مفيش توافق بينك وبينها، نسيب بعض بالمعروف. المجتمع بتاعنا بكل تأكيد ليه عادات وتقاليد. زمان كانوا البعض يقول ان الست لا، هي دورها اللي بتتجوز مثلا ان هي لازم ان هي تستحمل وتيجي على نفسها عشان خاطر البيت يكمل، وعلشان خاطر مثلا لو في اولاد. وفي جزء اخر يقول لا، الست ليها كرامتها، ما ينفعش ان هي تتهان. شايفه الست تمشي عشان المركب تمشي وتستحمل عشان المركب تمشي، ولا لا بتوصل لمرحله ان لا، كرامتي خلاص ما ينفعش ان انا اتخطى ده؟ هو سؤال صعب، ويكاد يكون الناس هتقول ان انا عنصريه وان انا باجي ناحيه الست وكده، ولكن انا شايفه ان دايما، مش في كل الحالات طبعا، بس دايما الراجل هو دايما ماسك الدفه بايده، هو اللي يحتوي، هو دايما اللي يعرف ياخد قرارات، وهو اللي بيطمنها وبيهندلها يعني بيحتويها. طيب الست حتى يعني ممكن تتغافل، ممكن تتخطى في حاجات، ولكن في حاجات تانية ما ينفعش انها تخطيها، زي مد الايد والحاجات دي كلها لا يمكن تتخطيها. انا مش مع ان حد يمد ايده على مراته، ده ابدا. مش عايزها او انت مفيش توافق بينك وبينها، نسيب بعض بالمعروف، لكن لا تاذيها وعشان خاطر حتى الولاد اللي بينكم، يعني انت المفروض عشان خاطر الناس دي تطلع سويه، الاطفال دي حرام هي تبقى الضحيه في النص، فلازم تطلع اسويه. لا خلاص، احنا ما عرفناش نكمل، مفيش مشكله خالص، ولكن بالمعروف.